ما كانش ينفع الاقي الخضار حلو كده في السوق واسعاره مناسبة جدا بالنسبة لي وما اجيبهوش اعمل بيه احلى شوية مخلل بتنفعني بصراحة طول السنة، مش بس شهر رمضان الكريم، لا طول السنة. انا من الناس اللي بحب المخللات جدا وبحبها تكون موجودة عندي طول السنة. فعملنا النهاردة مخلل مشكل بالجزر والقرنية، عملناه بطريقة حلوة جدا. كمان كان عندي مخلل لفت كنت عاملاه برضو بنفس الطريقة اللي نزلتها لكم قبل كده، هتلاقوها موجودة عندكم على الصفحة. يلا نشوف الفيديو بتاعنا عملناه ازاي، بس نصلي ونسلم على رسولنا الكريم ونقول بسم الله. اول حاجة عندي قرص كرنبيل جبته غسلته كويس قوي تحت المية الجارية. بعدين بدأت اني اقطعه كده بالسكينة او بايديا لزهرات صغيرة زي ما انتي شايفة. تمام. عملت بقى الكمية كلها كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بعدين هبتدي انزل على القرنبيط بتاعي بمية مغلية، هغطيه تماما بالمية المغلية كده. تمام. انا مش عايزة اسلقه، انا عايزاه بس اخرج كل الغازات اللي فيه وكمان اعقمه. حطيت له هنا كمون، رشة كده محترمة من الكمون وربع كوباية من الخل عشان اعقمه. كمان الكمون عشان يشدلي كل الغازات اللي موجودة في القرنبيط. هركنه بقى على جنب لغاية لما المية بتاعته تبرد تماما. هاجي بقى للجزر بتاعي. جبت كده الجزر غسلته كويس قوي تحت المية الجارية، بعدين نقعته حوالي ربع ساعة في مية عليها ربع كوباية من الخل. بعدين صفيته. بعد ما صفيته جبت بقى الجزرة كده، انا مش بقشر الجزر بسيبه بالقشرة بتاعته. جزرة وبشيل الراس بتاعتها وبعدين ببتدي اقسمها نصين بالطول. بعدين ببدأ اقطعها بالسكينة المشرشرة دي. لو مش موجودة عندك تقدري تستغني عنها وتقطعي بسكينة فلات عادية. تمام. انا كمان بحب اقطعه محمل شوية عشان لو طول عندي ما يتهريش ولا يبوظ ولا يجراله اي حاجة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هقطع بقى باقي الكمية وارجع لكم تاني. قطعت كده كل كمية الجزر. كمان القرنبيط بتاعي المية بتاعته بردت خالص فصفتها. هبتدي بقى اخلط النوعين الخضار على بعض في طبق كبير كده زي ما انتوا شايفين. تمام. زي ما انتوا شايفين كده الكمية كبيرة شوية عشان انا زي ما بقول لكم بيقعد عندي بعد رمضان وبحب المخلل دايما يبقى موجود عندي في البيت. مكسته كده مع بعضه او خلطته مع بعضه كويس قوي. هبتدي بقى اعبيه في البرطمانات بتاعتي. انا هنا كان جالي مكالمة فعبيت اول برطمان وادي كده تاني برطمان بعبيه معاكم. تمام. هعبي بقى الخضار بتاعي كله في البرطمانات وهركنه على جنب وهاجي المحلول التخليل بتاعي. عندي هنا بولة كبيرة فيها 3 لتر من المية المغلية ومتبردة كويس قوي، مش عايزة فيها اي سخونة. وطبعا بغلي المية عشان تبقى متعقمة وكمان تحافظ لي على المخلل بتاعي اطول فترة ممكنة، وكمان لازم تكون باردة تماما قبل ما اشتغل بيها. تمام كده. هحط عليهم 12 معلقة كبيرة من ملح الطعام. لكل لتر مية بحط 4 معالق كبار مليانين من الملح، معلقة كبيرة سكر، ربع كوباية من الخل. تمام كده. حطيت كمان على المية بتاعتي هنا 3 معالق كبار من السكر عشان الخضار يفضل مقرمش معايا في المخلل. نزلت كمان عليهم بكوباية الا ربع من الخل. كمان هريسة شطة معلقتين كبار كده ولا حاجة. هبتدي بقى ادوب الملح والسكر بتوعي في محلول التخليل كده زي ما انتوا شايفين. هضيف عليهم كمان معلقة صغيرة من الكمون الناعم عشان الغازات بتاعة القرنبيط. كمان معلقتين صغيرين من الكركم عشان يديني لون حلو للمخلل بتاعي. هقلبهم كده مع محلول التخليل واحط بقى في كل برطمان فصين سلام من التوم عشان يدولي ريحة حلوة للمخلل بتاعي. هبتدي بقى اعبي البرطمانات بتاعتي كده بمحلول التخليل. تمام زي ما انتوا شايفين. ولازم الخضار بتاعي يتغطى تماما بمحلول التخليل عشان ما يعفنش لا قدر الله مني. تمام. عبيت كده كل برطماناتي. هجيب بقى كيس نضيف كده واحط على كل وش برطمان كيس واقفل البرطمان بتاعي عشان امنع عنه اي هواء. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم وان شاء الله تجربوا المخلل بطريقتي ويعجبكم. بحبكم جدا جدا في الله. مع السلامة.